معقول اروح اشتري كيس علشان اغدي ابني قبل ما يسافر، اجيب 6 قطع، القطعة 5 6 سنتي ب110 جنيه، ما يأكلوش عيل صغير. صممت ان انا ما اعملهاش تاني وعملتها في البيت. تعالوا شوفوا اتفرجوا، صلوا بالله على الرسول عليه الصلاة والسلام، نسمي الله كده ونبدأ. انا معايا آه يعني نقول نص صدر فراخ، قطعته شرايح زي ما انتوا شايفين كده، مانيش عاملاها رفيعة ولا عاملاها تخينة قوي علشان تكون زي الجاهز. آه جينا بقى المحلول النقع بتاعها، انا معايا ليمون، عصرت ليمون ورحت جايبة القطع وشوية ملح، وهجيب شوية دقيق كمان احطهم فيهم ونسيبهم حوالي من ساعة كده او ساعتين يتنقعوا علشان تشيل ريحة الزفارة بتاعت الفراخ خالص بعد ما غسلتها كمان، ونسيبها تاخد راحتها شوية، وبعد كده بنصفيها ونشوف احنا هنعمل لها ايه المحلول التتبيلة بتاعتنا. انا معايا مية جبتها من التلاجة من الفريزر، وضفت عليها شوية ملح فلفل اسمر وشوية بابريكا، ولو عايزة تضيفي شطة حطي، وشوية ملح وشوية بيكنج باودر صغيرين كده، قيمة معلقة صغيرة، وشوية خل، طالما انك انت هتعملي الفراخ في خلال ساعات. لكن لما بتعملي الفراخ دي بيفضل انك انت تعمليها قبلها بليلة، بس انا عشان مستعجلة وهعملها. آه انا طبعا زودت البابريكا لما لقيتها مش كتير، وحطيت الفراخ فيها وسبتها منقوعة شوية، ورحت اعمل شوية صلصة، نعمل جنب منهم شوية مكرونة حلوين كده. ما بضيفش على المكرونة غير شوية فلفل اسمر والملح، ولما تستوي هحط لها قرن شطة سبايسي. آه الفراخ انا كنت نسيت احط لها شوية ضفت للفراخ كمان مكعب مرق الدجاج. طبعا الصلصة استوت اهيت للبنات الصغيرين اللي سألوني. الصلصة تعرفي انها استوت لما تفتحيها بالمعلقة تلاقي الحلة تبان من تحت. معايا بقى هنا هعفر الفراخ بشوية دقيق، ومعاهم معلقة نشا، يعني حوالي نقول ربع كيلو دقيق 200 جرام، طبعا ما انت هتحتاجي، وتحطي عليهم معلقة نشا، معلقة بيكنج باودر صغيرة، وشوية كريسبي فيجيتار كانوا عندي، قلت خسارة احطهم بالمرة، لكن في غنى عنهم، ما تحطهمش لو مش عايزة تضيفي، لكن هم شوية عندنا قلت احطهم، ما هماش كتير. قلبت وشوية ملح وضفت وقلبتهم زي ما انت شايفة كده، ورحت صفيت الفراخ بتاعتنا من التتبيلة بتاعتها، وحطيتهم في الدقيق وعفرتهم بالدقيق كده، وارجعهم تاني، قلبيهم كويس وترجعيهم تاني للتتبيلة مرة واتنين وتلاتة واربعة، على قد ما تقدري تعيدي العملية ديت تاني علشان تديكي السماكة في الغلاف اللي عليها، وتديكي تديك الشكل المخرفش اللي انت بتشوفيه في التشيكن، ما تبقاش ناعمة، ما يبقاش شكلها ناعم ولا أملس يعني. عملتها وكررت العملية ديت حوالي 7 8 مرات، وبعد كده دخلتها على نار، على زيت انا مسخناه نص نص، ما علشان ما التشيكن بتاعي ما يتحرقش، نص نص. وبعدين بعد كده هو بيستوي بقى بالطريقة الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت، شوفي طالعة ماسكة نفسها وبتخرفش جميلة جدا ومستوية من قلبها. ما تنسوش يا جماعة الشير واللايك. ديت تلت الكمية، طبعا انا كملت بقية الكمية بتاعتي، بصراحة وفرت كتير قوي.
شوفي 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 شوفي، بسم الله ما شاء الله. متنسوش الشير واللايك يا جماعة. وادي الكمية اللي اتعملت، جبت بنفس السعر، عملت يعتبر ضعف الكمية 4